معاكم جدا. في الفترة اللي فاتت طلبتوا مني نعمل مع بعض وصفات اقتصادية وما تكونش مكلفة. هنعمل مع بعض النهاردة العدس الباكستاني، ممتع ولذيذ قوي قوي وكمان مفيد وصحي جدا. خلونا ندخل على طول في الطريقة. يلا نبدأ بسم الله. اول حاجة جبتها عندي، جبت طاسة تكون عميقة شوية وحطيت فيها حوالي 4-5 معالق من الزيت. بعد كده نزلت عليهم ببصلة متوسطة مفرومة فرم ناعم بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وبدأت اقلب فيها من وقت للتاني، طبعا النار عالية. بعد كده لما بدأ لونها يصفر عندي، انا ما بخليهاش تغير لون ولا اي حاجة خالص، نزلت عليها بمعلقة كبيرة من الجنزبيل الفريش وكمان معلقة كبيرة من الثوم. والمكونين دول اساسي جدا عندنا، الجنزبيل والثوم. عايزه اقول لكم هنا على حاجه مهمه، ان الطريقه الاصليه للعدس الباكستاني بيتحط اول ما نحط السمنه او الزيت، بيتحط معلقه صغيره من الكمون